أعلن المطار الدولي عن وصول الطائرة الخاصة برجل الإعمال المشهور آدم سويلم. نزل آدم من الطائرة بهبته المعتادة وجذبيته المعشوقة يميزها البادلة الأنيقة والنظارة الشمسية من الماركات العالمية. تحرك آدم وهو يركب سيارة العالمية تتوجه به لقصر آدم سويلم. نزلت تقي من السيارة الأجرة تركض في أحد الزوايا تخفي نفسها بعيدا عن القصر. تبحث بعيونها علي سيارة تنتظر رايته. في هذه الأيام يزور آدم مصر لمدة شهر، يباشر عامل هنا ثم يسافر إلى بريطانيا البلد الذي يقيم فيها منذ 12 عاما. تنتظر تقي نفس اليوم في كل سنه لتراه من بعيد. نعم، اشتاقت له بشدة منذ 20 عاما لا يراها ولا تراه بعد ما هاجر أي بريطانيا. سمعت تقي صوت السيارة التي تقترب من القصر. دق قلب تقي بسعادة لكي تراه من بعيد زي كل سنه. نزل آدم من السيارة ثم وقف أمام البوابة القصر يشم نفس الرائحة التي اشتاق لها منذ 10 سنوات. يشم هذه الرائحة هنا أمام القصر. شاور آدم لأحد الحراس الخاصة وسريعا اقترب منه الحارس. خير يا آدم بيه. آدمان كل سنه باجي هنا وبشم نفس ريحة. في حد هنا غريب لازم تعرف لي مين. مش كل مرة محدش يعرف الريحة مصدرها إيه. الحارس يا آدم به أنا بدور بنفسي صدقني مش بلاقي حد خالص. آدم يعني أنا مانون أن نتمشن شامم. الحارس العفو يا آدم به والله شامم بس بجد إحنا مش بنلاقي حد بس هدور تاني يا آدم بيها. أمر كبيرة الحراس يبحثون في كل اتجاه. انتشر الحراس ليبحثون عن الشخص صاحب رائحة. ركضت تقي في مكنها المعتاد الذي تخفي نفسها منه بعيدا عن الحراس. وبعد مرور مودتات الحارس وهو يخفض رسهاس في آدم به نفس كل سنه مفيش حد خالص. نفخ آدم بضيق ثم ركب السيارة ليذهب داخل القصر. طلعت تقي من الحفرة الذي دفن نفسها فيها ثم انطلق.